كامل التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام. حالة من الشد والجذب واللأي الكثير تمر بها مصر في هذه المرحلة. هذه المرحلة قسمت البعض إلى من يؤيد، وبعض من هذا البعض عارض ما خرج به السيد رئيس الجمهورية من قرارات. بين هذا البعض وهذا الجزء من هذا البعض يقف الكثير من الشارع المصري متأملا، أحيانا قد يعجب بفصاحة من يؤيد رئيس الجمهورية فيتجه صوب هذا التأييد، ثم يقف ويتأمل فيجد فصاحة أخرى ممن يعارض رئيس الجمهورية، وفي النهاية أو محصلة هذا التأييد وهذا الشد وهذا الجذب في الشارع المصري تكتشف أن المواطن المصري يقف لا يستطيع أن يحدد موقفه إلى أي أو مع من يتجه في هذه المرحلة، مع من يؤيد أو مع من يعارض. إذن هذا هو عنوان قد يقودنا إلى كثير من التفاصيل حول توضيح لماذا تمر مصر بهذه التفاصيل الكثيرة التي قد لا تنفصل عما حدث بها من عامين، وأفق مصر في المرحلة القادمة حول مستقبل ينتظر البعض أن يكون مستقبلا باهرا إذا أطلقت للمصري العنان في أن يحلل أو طموحه في كيف تكون هذه البلد. يقول أننا أفضل بلد في العالم، ولكن كيف له الضرب أن يصل ببلده إلى هذا الطريق. هذا هو عنوان هذا الحوار، ومن بعده كثير من التفاصيل، وفيه أنا تامر حنفي أحيي حضراتكم. أنا شهيرة أمين، أهلا بكم. أهلا بك سيادة الرئيس. دكتور مرسي، لماذا الإعلان الدستوري ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أريد أن أحييكم وأحيي من خلالكم الشعب المصري كله والسادة المشاهدين جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا إن شاء الله، سخاء رخاء على أهله جميعا وعلى أهل المنطقة كلها. ثم أريد قبل أن نتحدث في هذا الإعلان الدستوري أن نعود إلى الوراء بعض الشيء، لأنه إحنا كلنا المصريين كلنا عانينا معاناة طويلة عبر عقود من الزمن، وغابت عنا الحرية، وغابت عنا الديمقراطية، وغاب عنا إحساس كل منا بأنه يجب أن يكون صاحب رأي في وطنه مع أهله. كانت فترة صعبة علينا جميعا، كلنا عانينا منها، الكبار والشباب والرجال والنساء والمسلمين والمسيحيين. كانت فترة صعبة جدا، لكن أراد الله سبحانه وتعالى وبجهد أبناء مصر والحمد لله دون تدخل من أحد أن تكون ثورة 25 يناير الثورة المباركة. وقام المصريون على قلب رجل واحد كما نقول، لم يكن هناك فصيل دون فصيل، ولا نساء دون رجال، ولا كلنا مع بعض كده بتوفيق ربنا قمنا 20 مليون كما قالت الإحصائيات في يوم 11 فبراير 2011 قالوا كلمة واحدة: نريد لمصر أن تتغير. الحمد لله ربنا وفق المصريين من غير فضل لأي جهة أجنبية ولا لحد فيهم على التاني إنهم يعملوا الثورة. هدفهم كبير، أهداف متعددة أنجز منها بعض الأهداف اتحققت الحمد لله. تغيير النظام الحمد لله، الروح الجديدة موجودة الحمد لله، الإرادة، الحرية، نفس، ديمقراطية، المناخ الطيب، العلاقات مع دول العالم المتوازنة، إن احنا نبقى في المكان اللي نستحقه كمصريين، إن احنا نبدأ ننتج، إن احنا الناتج بتاعنا نقسمه مع بعض كلنا. ناتج قليل نقسم مع بعض، يتحسن ويبقى كبير نقسم مع بعض، رزق ربنا لينا نقسمه مع بعض، طبعا طبقا لقوانين مستقرة ولسلطات منتخبة تشريعية ولسلطات مفصولة عن بعضها البعض، التنفيذية والتشريعية والقضائية. المسائل ديت مفروض أن تستقر، بتاخد وقت. مشينا، انتقلت السلطة والناس أقروا بإرادة ثورية شعبية أن تكون عند المجلس العسكري، ومر حوالي 1.5 سنة تقريبا، وفي إطار تعاون بين القوى الشعبية والسياسية والأحزاب اللي نشأت جديدة والقديمة مع المجلس العسكري بصعوبات كثيرة نعرفها، وصلنا إلى انتخابات مجلس الشعب. أكثر من 30 مليون مصري
انتخابات مجلس الشورى، بعد ذلك تكون البرلمان، ثم انتخابات رئاسة الجمهورية. وفي البداية لأول مرة المصريين يبقى في استفتاء 19 مارس 2011 يقولوا رأيهم بعدد كبير، ملايين ضخمة حقيقية، أكثر من 18 مليون قالوا رأيهم. وبقى في عندنا ما يسمى بإعلان دستوري أو دستور مؤقت للبلاد نمشي بيه حالنا لغاية ما تستقر أمورنا. بقت في انتخابات رئاسة الجمهورية في 30/6 اللي فات، رئيس الجمهورية الشعب اختاره، فأصبح هناك إرادة تنفيذية، مسؤول عن البلد عن الشعب، منتخب بإرادة الناس. كنا بنتمنى ده من زمان قوي، ربنا حققه لنا الحمد لله. والفعل اللي تم نتيجة هذه الانتخابات أدى إلى حالة في العالم من القبول بالنسبة لنا، ثم تكونت حكومة، وهذه الحكومة تعبر عن إرادة الشعب من خلال رئيس الجمهورية. عندنا حالة جيدة جدا ومناخ ممتاز وظروف طيبة وإرادة قوية وشعب كبير 90 مليون وأرض ومية وتاريخ وجغرافيا عندنا شواطئ. اسمح لي بالمقاطعة هنا لو تفضلت. لماذا هذه التقدمة إذا أردت الإجابة على سؤال؟ أنا أريد أن أركز الموضوع في اتجاه أن احنا عندنا مناخ يفرحنا، عندنا حالة تبسطنا، وصلنا إلى مرحلة من تقدم هننهض بعده لإنتاج. وبالتالي الإعلان الدستوري الأخير هو ليس رقم واحد. في المرحلة الانتقالية في المجلس العسكري كان في 5 إعلانات دستورية، ومنذ 30/6 حتى الآن في إعلانين، ده واحد منهم. الإعلان الدستوري يحقق رغبات ومتطلبات المرحلة اللي احنا فيها. احنا بنمر بمرحلة قصيرة جدا لكنها مهمة جدا. احنا دلوقتي عندنا لجنة تأسيسية منتخبة من مجلس شعب منتخب ومجلس شورى. اللجنة دي بتحط مشروع دستور. في المرحلة ديت انتقل التشريع لأن مجلس الشعب اتحل بقرار من المحكمة الدستورية بحكم يعني، فتحل مجلس الشعب، أصبح التشريع عند رئيس الجمهورية الجديد المنتخب. دي مرحلة يعني استثنائية جدا، قصيرة، يجب أن تكون أكبر ما يمكن، ما نحرص إنها تطول. فلما نيجي نعالج بعض الأمور في المرحلة الانتقالية القصيرة اللي عايزين ننقل بيها بسرعة إلى مرحلة إن يبقى في مجلس شعب تاني ينتخب، وإن يبقى في رئيس جمهورية وحكومة سلطة تنفيذية، وإن سلطة قضائية موجودة. السلطة التي لم تمس فضلت الحمد لله، عايزين نحافظ عليها، هي السلطة القضائية. فهذا الإعلان الدستوري في إطار تسيير الحال في المرحلة الانتقالية على مسار دقيق حساس قوي بالنسبة لنا كلنا. لماذا لم يفهم هكذا سيد الرئيس، وأنه لم يفهم أنه في إطار ضيق ولفترة زمنية قصيرة؟ لا، هو هذا منصوص فيه على هذا، أنه في الإعلان الدستوري أنا قايل أنه هذه المرحلة تنتهي مباشرة، كل الإعلانات الدستورية تنتهي مباشرة بمجرد أن يصوت الشعب على مشروع الدستور اللي هتخلصه الجمعية التأسيسية. تسمح لي يا فندم بمقاطعة أخرى في هذا الإطار. لماذا لم يصدق الشعب ما كتبته وخرجت أنه لفترة زمنية قصيرة؟ لا أتحدث هنا عن الشعب بإجمال، أتحدث عن القوى التي تعارض. أنا سعيد جدا 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 أن الشعب المصري الآن، إحنا المصريين أمامنا حالة ممتازة أن احنا نعبر عن رأينا، أن احنا نقول اللي احنا عايزينه. لكن واحنا بنقول اللي عايزينه، سواء احنا موافقين أو معارضين، بنحافظ على بلدنا، بنحافظ على مصالحنا احنا كشعب، وده اللي موجود. وبالتالي المشهد اللي أنا شايفه مشهد صحي جدا وإيجابي جدا. ليه؟ احنا ما تعودناش قبل كده على كده، فلما نيجي نمارسه لازم نبقى مبسوطين بيه وسعداء بيه. المعارض يقول رأيه والمؤيد يقول رأيه، ويتحمل المسؤولية صاحب القرار. اسمح لي وبالتالي المعارضة مطلوبة، المعارضة مطلوبة جدا. ليه؟ حتى لا يتصور صاحب القرار أنه لا ينظر فيما يفعل، وإنما ينظر ويدقق ويراعي ويشوف المصالح ثم يأخذ قرار. وهذا ما فعلته وهذا ما أتحدث عنه. لكن أنا يبسطني جدا ويسعدني جدا الصورة اللي موجودة بالتعبير الحر. الثوار، أبناء مصر المتظاهرين، الرجال، النساء، معارضين، مؤيدين، هذا منظر يسعدنا كلنا. لكن يعز علي أحيانا أن أرى من كان
فاسدا في النظام السابق واحنا عارفين، او ما يطلق عليه باسم رموز الفلول اللي احنا عارفينهم، اراه يندس في وسط الثوار او يحاول ان يعني يبدو وكأنه حريصا على الثورة مثل الآخرين. لا، احنا بنقول الثوار طلبوا من الأول وما زالوا بالقصاص للشهداء بتمام أهداف الثورة. الذي حوكم ولم تكن الأدلة، حصلت محاكمة للبعض والأدلة مش كافية. احنا وعدت في مشروع برنامج الانتخابي للناس كلها، قلت بوضوح دم الشهداء هؤلاء في رقبتي، وبالتالي عندها قانونية، عندها شغل، عندها أدلة جديدة طبقا لحالة قانونية وليس هكذا. إذن احنا بنقول بنعيد محاكمة هؤلاء أو آخرين حتى ما كانوش موجودين ولكن ظهرت أدلة عليهم بإجراءات قانونية صحيحة، بإجراءات قانونية وليس باستثناءات أو باعتقالات. ألم تكن قانونية في السابق؟ نعم. ألم تكن قانونية في السابق؟ لا، كانت الأدلة غير كافية. فإعادة المحاكمة تحتاج إلى تشريع، تحتاج إلى حالة جديدة قانونية أيضا ومقرة، بحيث أنه يبقى الكلام مضبوط بضوابط القانون وليس هكذا اللي عايز يعمل حاجة يعملها. احنا لسنا أمام استخدام سلطة لفرد، لا، احنا أمام تحقيق رغبة ثوار وحالة مصرية عامة تريد أن ترى المجرم يأخذ عقابه بالقانون الكافي حال ظهور أدلة على إجرامه وجرمه. ولكن وجه انتقادات كثيرة ومن ضمنها اتهامكم بالدكتاتورية وبأنك تسير على خطى الرئيس السابق. لا مجال أبدا للحديث عن يعني دكتاتورية. أنا معكم مع الشعب المصري عانيت كثيرا من غياب الحرية والديمقراطية ومن فعل الدكتاتور ومن فعل الإجرام في حق الوطن ومن الفساد. هذا كلام لا غير موجود. لما التعبير عن الرأي من خلال قنوات التعبير، من خلال التظاهر السلمي، من خلال إعلاء الصوت بالرأي، هذا مقبول جدا وجيد جدا. إذا بنركز على شخص فرد فهذا أمر، إنما احنا بنتكلم عن إرادة شعب اختار رئيس جمهورية بيتحمل المسؤولية وعنده معلومات كتير وعنده معرفة ودراية بالمجتمع وعاش في وسطه وطلع منه وعارف مين اللي كان بيعمل ايه وعايش الآن. وحريص أنا على أن تكون الإجراءات كلها صحيحة وقانونية أيضا. يعني جهاز الكسب غير المشروع يشتغل، دي مسألة، دي حالة يجب أن تكون طبقا للقانون. لازم تبقى الأدلة صحيحة، لجنة تقصي الحقائق تشتغل، مباحث التموين تشتغل، النيابة العامة تشتغل. الحالة ديت بتاخد وقت، لأن البحث عن الأدلة إنها تكون أدلة مظبوطة بتاخد وقتها، وبالتالي لا مجال لأننا لا أصدر أحكام ولا أتخطى أحكام ولا أقف أمام أحكام، مستحيل أن يحصل كده. وبالتالي هذا إجراء مؤقت لمرحلة محدودة. يوم ما المصريين يقولوا على الدستور الجديد احنا موافقين على الدستور ده اللي هيتعرض عليهم أو مش موافقين، إذا قالوا مش موافقين هتعاد الكرة مرة أخرى على طول. يبقى عندنا إجراءات أخرى وجمعية تانية وتحط دستور غيره أو تعدل أو تقول. إذا قالوا موافقين يبقى بيقف حد هذا الإعلان الدستوري وغيره من الدستور المؤقت من 13 فبراير 2011 حتى الآن. يوم ما الشعب يقول كلمته ولعلها تكون قريبا جدا، أنا عارف وإن الجمعية التأسيسية بتخلص، وهذا أيضا شيء طيب إن احنا ننتهي. يبقى عندنا مشروع دستور، رئيس الجمهورية يتحمل المسؤولية في الاستفتاء، الشعب يقول كلمته بنعم، ينتهي كل هذا ونبدأ طبقا للدستور الجديد. اسمح لي سيادة الرئيس، إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، هل كان هناك تقصير في عمله في قضايا قتل الثوار؟ إقالة النائب العام جاءت تلبية لمطالب الثوار، هذا ما لم يختلف عليه أحد منذ البداية. الناس في الشوارع وفي المظاهرات وحتى الآن يقولون أن هذا كان مطلبا ثوريا، مثل ما كان مطلب إسقاط النظام السابق. تأخر بعض الشيء، طبيعة المرحلة الانتقالية،
ظروف المرحلة اللي احنا فيها، لكن الأمر الآن رأيت أنه لا يحتمل أن احنا نأخر أكتر من كده. المطلب الثوري، المطلب الجماهيري، الشعب، المصلحة، القضايا اللي موجودة، تأخر كثير من الملفات، هناك عوامل ودوافع حقيقية لهذا، وده مطلب لابد، زي حكاية إعادة محاكمة من قتل الثوار والبحث عن من قتل الثوار حقيقة، وإعمال القانون وإعادة المحاكمة لها شروط ولها إجراءات، وبالتالي فتح الباب لذلك مطلوب. فإذا هذا الإعلان فيه مطالب الثوار، وفيه يعني ما يكفي من الأدوات للحفاظ على مؤسسات الوطن في المرحلة الانتقالية القصيرة جدا إلى أن يقر الدستور الجديد. أنا عايز أقول أنه السلطة القضائية سلطة مستقلة ولها وزنها وقيمتها، وتقديري لها كبير جدا، وحرصي عليها للهيئة القضائية للسلطة ككل كمؤسسة للقضاء أيضا. وبالتالي هؤلاء دورهم الأساسي طبقا لما هو مستقر ومعروف هو الحكم بما هو موجود من دستور ومن قانون. هم لا يشرعون، المشرع هو البرلمان. ما فيش برلمان. آلة التشريع جه وأنا كاره لهذا إلى رئيس الدولة مرحليا لفترة قصيرة. عندما أصدر أنا تشريع، حتى لو كان التشريع ده فيه عوار من وجهة نظر القضاة، هذه ليست مسؤوليته. طب ولماذا انتفضوا في تفسيرك سيد الرئيس؟ ما هو هذا الذي أقوله الآن، أن هم ليس عليهم غبار في أن يقولوا رأيهم في مجال القانون، لكن هم دورهم الأساسي أنهم يحكموا باللي موجود من القانون. قد يطعن أمام المحكمة الدستورية على قانون تم سنه طبقا للدستور اللي موجود. احنا عندنا دستور مؤقت، هذا أي ممكن يلغى القانون إذا المحكمة الدستورية ارتأت أن هذا القانون لا يطابق الدستور. الطعن على الدساتير المسألة محسومة، إعلان دستوري دستور مؤقت لا يطعن عليه ولا يقال فيه كلام. ده القضاء المصري حسمها من زمان، لا طعن على مواد ولا على الدستور ولا على مواد الدستور حتى وإن كان مؤقتا، وده ما حصل. يحكم بما شرع له. مين اللي بيشرع؟ المفروض البرلمان. البرلمان مش موجود، بيشرع رئيس الدولة. إن كان في التشريع أي شيء مش مناسب أو خطأ، هذا لا يعود على القاضي. القاضي سلطة قضاء، منصة لها قدسيتها ولها احترامها ولها تقديرها. ويمكن ده أحد الأسباب إن أنا وضعت يعني هذا الإعلان الدستوري أيضا، لما رأيت من لغط طال بعض السلطة القضائية وبعض الهيئات القضائية. فأنا رأيت برضو أنه من ضمن أنه لا علاقة للقضاة بالجوانب السياسية، هم لا بيترشحوا في البرلمانات ولا بينتخبوا ولا بيطلبوا صوتهم، لأنهم منزهين عن أن يكونوا طرفا في أي نوع من أنواع يعني الخلاف، لأنه هو بيحكم. فقدسية الحكم وأهمية وقدرة وقيمة القاضي الذي يجلس على المنصة على اختلاف درجات المنصة مهمة جدا. فهو لا غبار عليه، ملوش دعوة دلوقتي باللي بيشرع. اللي بيشرع إذا كان في التشريع شيء لا يرضاه الشعب، لا ترضاه إرضاه الوطن، فهذا أمر يعود إلى المشرع. الشعب هو الحكم في النهاية. الشعب طبعا هو الحكم في كل حاجة. سيد الرئيس، مقاطعة في ذات الاتجاه. نعم، مقاطعة في ذات الاتجاه. أنت تحدثت في معرض حديثك لمن أتى هنا لتأييد الرئيس محمد مرسي أو لقرارات الرئيس محمد مرسي، هكذا وصف هذا التأييد أو هذه المظاهرة بهذا المسمى. أنت تحدثت عن ما يسمى بمؤامرة داخلية وخارجية، هي من اقتضت عليك بأن تخرج بمثل هذا القرار أو هذا الإعلان في هذا التوقيت، ولم تعلم الشعب بتفاصيل هذه المؤامرة أو حتى تلميحا لها حتى يستطيع أن يحكم الشعب بدقة يؤيد أو يعارض من خلال ما تحدثت به. لماذا ذكرت ولم تقول التفاصيل في هذه المؤامرة؟ أنا عايز أقول لحضرتك أنه المؤيدين والمعارضين لهم نفس القدر والتقدير مني لهم جميعا. تمام. احنا عايزين نحافظ على بلدنا. احنا عايزين، ودي مسؤوليتي بعد الانتخابات، ان انا احافظ على مصر لغاية ما تكتمل مؤسساتها وسلطاتها المختلفة. السلطة التشريعية، السلطة القضائية موجودة، والسلطة التنفيذية موجودة. السلطة التنفيذية دلوقتي فيها التشريع. فأنا مهمتي أن أحافظ على هذا الوطن من أي كيد أو من أي تآمر أو من أي محاولة أن يتخذ لورا تاني. أنا بصفتي رئيس الدولة مسؤول، ومن هذه المسؤولية أن أحقق العدل وأن أراعي القانون وأن أحترم الأحكام وأن أرسي قواعد كثيرة جدا دلوقتي في غياب كمان مجلس الشعب اللي هو التشريع.
اللي ان شاء الله يجي بسرعه جدا وتنتهي المساله دي، ويبقى هم اصحاب الحق بتفويض الشعب لهم بالانتخاب. لما انا يبقى عندي معلومات، هذه المعلومات لكي يحاسب من تناله وتطاله هذه المعلومات لازم تتحول الى وثائق حتى تكون ده ادله في اتهام، لان احنا بنتكلم عن شكل قانوني قضائي وليس مجرد كلام. لما يتوفر لدي من المعلومات باعتباري رئيس الدولة ليس تجسسا على أحد، حقوق المواطنين مكفولة وحرياتهم وخصوصياتهم، إنما وسائل جمع المعلومات الآن متوفرة، ده متوفرة لبعض الناس حتى، فلرئيس الدولة بتبقى متوفرة أكتر. عندما يكون لدي هذه المعلومات وأستشعر خطرا على وطني، وأنا قلت قبل كده لما أقول أعداء الثورة وأعداء مصر لا أقصد أحد من المصريين، لكن لكل ثورة أعداء من خارج أوطانها، وقد يسير في هذا الركب البعض الذي كان مستفيدا من النظام السابق، وهذا لا يخفى على الشعب المصري. لكن أنا في خلال الفترة اللي فاتت في يعني 22 قضية في الكسب غير المشروع، و24 قضية في الأموال العامة، و5 قضايا من النيابة العامة اتحركت، وأظن أنت شفت إنه في ناس اتحبسوا وفي ناس مطلوبين أيضا في التحقيقات، وإعادة المحاكمة ليس المقصود بها هكذا على عواهنه، وإنما بضوابط طلعناها في القانون اللي هو اسمه حماية الثورة، وده مطلب ثوار أيضا. وبالتالي لما يكون لدي معلومات واستشعر ان في خطر على الوطن علي واجب لازم اؤديه، فاستخدم عمليه جراحيه دقيقه جدا في اطار دقيق واضح بالراحه، علشان مؤسسه مصر الوطن كبير 90 مليون وارض كبيره وتاريخ وجغرافيا وامكانيات وتحديات، وعايزين انتاج وعايزين نتحرك عشان المواطن العادي لازم يعيش حياة آمنة مستقرة. لكن سيد الرئيس، المواطن حتى يتحمل تبعات هذه العملية الجراحية الدقيقة عليه أن يعي أسباب هذه العملية. أنتم تحدثتم عن مؤامرة، شكل هذه المؤامرة إن كان التفصيل به قدر من إفشاء الأسرار نرغب في معرفة التفاصيل حتى نتحمل تبعات هذه العملية الجراحية. لا، أنا عايز أقول أحيانا القيادة دي مسؤوليتها. القيادة تأخذ طريقا ربما في بدايته مش بالضرورة تفاصيله كلها تكون واضحة لكل الناس، لأن هذا قد يضر ولا ينفع. أنا لا أريد أن أشيع أي نوع من أنواع البعد عن القانون أو الإجراءات الاستثنائية. وأظن أنتم سمعتوني والناس كلها سمعوني من أسابيع كثيرة وأنا بقول أنا أحب المرحلة دي تبقى مرحلة قانونية طبيعية وإجراءات طبيعية، ولا أريد أن ألجأ للاستثناء. وأرسلت رسائل لناس كتير يعرفوا أنفسهم لأنهم ربما يرتكبون مخالفات قانونية ضد الوطن. أنا بقول دلوقتي أنه المعلومات أحيانا تكون دالة لمتخذ القرار على كيفية أن يسير، ثم الأهداف أيضا. فإحنا دلوقتي لا عدوان على أحد من غير دليل، ولا تجريم لأحد بغير ثبوت أدلة حقيقية، ولا استثناءات في قرارات بعودة إلى ماضي كلنا كرهناه. عشان كده المسألة مش سهلة، لكن وعشان كده أنا ما بزعلش من اللي عارض، لأنه من حقه إنه يعارض ويقول رأيه، واللي بأيد يأيد ويقول رأيه. ما بنعتديش على مؤسسات الدولة، ما بنحدفش طوب على بعض، ما بنقفش نستغل أي هيصة علشان نعمل تصرف غلط. إحنا بنحافظ على بلدنا. سيادة الرئيس، أنا بأتحرى الدقة، بأعلن إنه التشريع ده مؤقت جدا لغاية الجمعية التأسيسية بتخلص، الدستور بيروح للشعب يقول كلمته، يرجع الأمر لأصحابه، وبالتالي رئيس الجمهورية يبقى رئيس السلطة التنفيذية بس. سيادة الرئيس، هناك مخاوف من اندلاع عنف في الأيام القادمة. من إيه؟ اندلاع عنف في الشارع. ما رؤيتكم لاحتواء الموقف؟ لا، المصريين ما يعملوش كده. المصريين احنا بنحب بلدنا قوي. الشعب المصري في أحلك الظروف لم يقر ولم يمارس ولم يرضى بعنف، ولا يمكن يرضى به. التجاوزات في الدنيا كلها بتبقى موجودة، والقوانين وجدت عشان تعالج التجاوزات. وبالتالي لما يبقى عندنا شعب مصر 90 مليون وعدد منه يقول رأيه في ميدان 2 3 4 10 في القطر كله، والبعض يمارس العنف، القانون بيتدخل، لأن العنف ده له ضار بالضرورة. وبالتالي أنا أرى أن المصريين لن يفعلوا هذا. الشعب المصري شعب واعي، وأنا حريص جدا أنه يعبر عن رأيه وأنه يقول هذا الرأي بصوت عالي وواضح. ولكن احنا عايزين نشتغل، عايزين ننتج. احنا عايزين ننتج ونعبر عن رأينا، عايزين نروح المصنع ونقول رأينا، عايزين ما نعطلش الإنتاج
ونقف نقول رأينا وما نحدفش طوبة على مؤسسة ولا على وزارة ولا على سفارة ولا على مصنع، ما نعتديش على ملكية خاصة ولا عمل. القانون بيعالج كل ده. وبالتالي عندما أقول أن هناك إعلان دستوري مؤقت لحين الانتهاء من الدستور فترة قصيرة، إنما أقصد به ضبط لإيقاع مرحلة أرى أن هذا ضروري لها، وأتحمل هذه المسؤولية، وأتحملها الآن لأني منتخب قدام الناس. والديمقراطية هي كده، لما يجي حد بالانتخاب بيتحمل المسؤولية، ولما تيجي انتخابات بعد كده يبقى لا تحمل المسؤولية. إذا أحسن الناس بتقول له أنت أحسن، وإذا أساء تقول له لا أنت أسأت. إذا تجاوز القانون أو خالف الدستور اللي موجود في البلاد بيحاسب طبقا للقوانين. إحنا في مرحلة انتقالية ومش عايزينها تطول. كان فيها مرحلة انتقالية صعبة شوية، دلوقتي دي مرحلة انتقالية فيها صعوبات التنمية، زي ما أنا قلت دي عبور ثالث نحو الإنتاج والنهضة. العالم كله بيقول علينا إن إحنا المصريين قادرين على إدارة شأنهم. العالم كله بيفتح أبوابه معانا في الاستثمارات وفي التعامل السياسي والدبلوماسي وفي السياحة وفي أشياء كثيرة جدا. الداخل أيضا يتجاوب مع هذه الأبواب التي نفتحها مع الخارج، وإحنا الحمد لله بننجز مع بعض. عنف أنا لا يمكن أتوقعه من المصريين، كراهية البعض أنا ما أشوفهاش في المصريين، تجاوز من البعض. يعني قبل الإعلان الدستوري الاحتفال بذكرى شارع محمد محمود العزيزة علينا كلنا، ما علاقة هذا باستخدام عنف أو حدف طوب أو غيره من وسائل العدوان على مؤسسات الدولة أو أي عدوان من أي جهة كانت على جهة أخرى؟ لماذا؟ شارع القصر العيني، ميدان سيمون بوليفار، ميدان التحرير، ميادين أخرى فيها ناس متظاهرين بيقولوا رأيهم، أحرار في رأيهم، ما بيعطلوش المرور، ما بيعطلوش الإنتاج، ما بيعطلوش على حد. يبقى الأطراف اللي فيها حتى قبل الإعلان الدستوري اللي فيها عنف هذا مخالف للقانون، هذا يضر ولا ينفع. إذن هذا يجب ألا يكون. إذا البعض ممن يتصور أنه في إطار مظاهرات سلمية يستخدم أي وسيلة من وسائل العنف أو الإخلال بالأمن العام بطريقة مخالفة للقانون، يتعامل مع القانون، يحاسب طبقا للقانون، والنيابة العامة بتاخد دورها وبتاخد مجراها طبقا للقانون في إبعاد الأطراف التي تمارس هذه المخالفات للقانون. طيب احنا بنحافظ على بلدنا، بلدنا بخير، مصر فيها خيرات كثيرة. تمام. المستقبل في الإنتاج وفي التنمية وفي إن احنا نحب بعض، وما هو موجود مظاهر طبيعية، لأن احنا بنتعلم مع بعض كلنا ما لم نتعود عليه. ما تعودناش قبل كده ان احنا نمارس ممارسة الديمقراطية. بقالنا سنتين شغالين كويس، بيتحسن. بنقول للعالم احنا بنعارض بعض من غير ما نمارس عنف، بنقول للعالم احنا بنختلف مع بعض، قادرين على عبور المرحلة. هيبقى عندنا مجلس شعب ودستور دائم ان شاء الله، والمرحلة تمر بتاع التشريع ياخد تشريعه، والسلطة التنفيذية يبقى في التنفيذية، والسلطة القضائية باقية دائما كما كانت وستبقى محترمة من كل الأطراف، بعيدة عن المعترك اللي هو اسمه السياسي. الطيب ماجازين يا فندم. نعم. الطيب ماجازين وصفت حضرتك انك اهم رجل في منطقة الشرق الاوسط. نعم. العهدة عليها. ولكن البعض فسر هذا الإعلان الدستوري أنه جاء بدافع هذا النجاح الذي حققته مصر وأنت رئيس لها في إقرار التهدئة في قطاع غزة، وأنت بزخم هذا التوفيق أخرجت هذا الإعلان الدستوري. هذا ما يقال، كيف ترد عليه؟ لا، هو الحقيقة الأحداث كثيرة ومتلاحقة بتمشي بسرعة، فأنا شايف أن المرحلة تستوجب ففعلت. لا علاقة لها بغزة. نعم، لا علاقة له بغزة. ما احنا لسه شغالين في غزة واحنا خلصنا. ما احنا لما يعني زي ما انتم اتكلمتوا عن العنف، إذا مورس عنفا فهنشغل أجهزة الأمن في أشياء هي المفروض تنشغل بأشياء أخرى. يعني مثلا مصر من خلال سياسة واضحة انتهجتها أنا مع باقي أبناء مصر في المرحلة الجديدة، وتقوم على التطبيق في الحوار مع الأطراف المتحاربة أو الحرب أو العدوان على غزة. المخابرات العامة أدت دور جيد جدا في هذا الإطار تحت إشرافي. هذا الدور احنا عايزينها في مزيد من هذا الدور في بعد الأمن القومي الداخلي والخارجي. إذن مؤسسات الدولة القوية القادرة على العطاء بتشتغل بالتوازي، فالحكومة بتشتغل
ورئيس الوزراء بيشتغل، ووزارة الداخلية بتشتغل، والقوات المسلحة بتشتغل، والمخابرات بتشتغل، والرقابة الإدارية بتشتغل، وفي قضايا كتير وتقارير للرقابة الإدارية على ناس ضمن اللي انت بتقوله، انك انت بتقول ان في مؤامرة. ايوه، لانه اللي فسد، انا ما بتكلمش دلوقتي غير عن صاحب الفساد الحقيقي بأدلة. اللي فسد ده هل يمكن لفاسد انه هو يجرنا ويرجع بينا للفساد تاني؟ لا، لن يكون ان شاء الله من خلال ايه؟ مؤسسات دولة حقيقية. وبالتالي بالتوازي القوات المسلحة بتشتغل ودورها كبير جدا بالنسبة لحماية امن الوطن وحدوده. المخابرات العامة بتشتغل ودورها مهم جدا بالنسبة للدور الخارجي والامن القومي في الداخل. الداخلية بتشتغل طبقا للقانون، محدش يعتدي على حد. احنا الفصل هذا من كل هذه الخيوط مهمة جدا. انا اوصل الليل بالنهار علشان ضمان ان هذه المؤسسات تقف وقفة قوية والشعب المصري كله يتحرك. فاحنا عندنا شغل بالتوازي في كل مجال، في الاستثمار، في السياحة، في الصناعة، محور قناة السويس التنموي اللي بيحصل. هنفتح 35 مشروع خلال شهر ونص ولا شهرين. تنمية الوادي الجديد، تنمية الجنوب، نهر النيل والرحلات النيلية، الفنادق، الصناعة بمفهومها التكنولوجي الواسع، العلاقات الخارجية، الدور بالنسبة لغزة جيراننا والقضية الفلسطينية ودعم. النهاردة في الجمعية العامة احنا بندعم أبو مازن والفلسطينيين في أنهم يكونوا عضو مراقب في الأمم المتحدة. احنا بنفتح علاقات مع الصين ومع روسيا ومع أوروبا من جديد أقوى مما كانت عليه الاتحاد الأوروبي، ومع أمريكا ومع البرازيل. أنا كلمت أكثر من 40 رئيس دولة يعني أكسب تأييدهم في قضية منع العدوان على غزة ووقف إطلاق النار اللي احنا عملناه. فإذا كل الملفات تعمل بالتوازي وليس على التوالي، ما بنخلصش ده وبعدين ده وبعدين ده. الوضع الداخلي عندما يكون مستقرا والوضع الخارجي دول العالم تتعامل معنا باحترام وندية وتفتح أبوابها وأحضانها وأحضاننا لبعض بالحب والسلام والخير لمصر والاستثمار، ده إذا ما عادش بالخير على المصريين. احنا دلوقتي بقالنا من يوم ظهور نتيجة الانتخابات لغاية دلوقتي 5 شهور. أيوة، مش كده؟ أيوة. احنا في ال5 شهور دول عملنا حاجات كتير، الوقت لا يتسع ان احنا نقول. وبالتالي انا عايز ارجع تاني اقول ايه؟ انا فرحان جدا ان مصر فيها معترك سياسي حقيقي. ان القوى السياسيه انا اتحاورت معاها كلها، قابلتهم كلهم خلال الشهر اللي فات، كل الاحزاب، كل القوى السياسيه، كل الشباب، رجال. ولكن هل شرطهم يا فندم في نعم؟ هل شرطهم في الاعلان الدستوري؟ هل ايه؟ شرط هذه القوى السياسيه؟ انا اشاور الجميع ولكن اتخذ القرار. انا اشاور عدد كبير جدا من المستشارين، قانونيين وسياسيين في الساحه ومش في الساحه، معروفين ومش معروفين، كبار وشباب، لكن في الاخر اتحمل مسؤوليه القرار. لكن هناك قوة تصف نفسها بأنها، يعني هذا هو الوصف الذي درج عليه في الإعلام، وقالت أنك لم تستشير أي من القوى السياسية التي تعترض في هذا التوقيت على قرار الإعلان الدستوري. وهناك بعض البيانات من الرئاسة تقول أن هناك قدر من الاستشارات. الاعتراض مقبول، لكن هل هو على الإعلان كمبدأ ولا على تفاصيل الإعلان؟ طبعا أنا مش شايف في اعتراض على الإعلان كمبدأ. الإعلان على بعض التفاصيل، الكل متفق على يعني عدة مواد اللي موجودة في الإعلان الدستوري. هناك تخوف من أنه ما معنى تحصيل القرارات، ده مثلا معترضين عليه، أو التدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية حال أن تتعرض الأمة للخطر. هذا أمور مفهومة مستقرة. رئيس الجمهورية أي قرارات يصدرها؟ في قرارات لها علاقة بالسلطة الإدارية، وفي لها علاقة بالسلطة الحاكمة، اللي هم يعني أهل القانون وأهل الدستور بيسموها بمسمياتها القانونية. اللي موجود هنا في الإعلان الدستوري اللي احنا بنقول، انت عارف انه في مجلس الشعب في التقنين، الناس كلها عارفة انه بيبقى فيه المضبطة. احيانا تعود المحاكم والقضاة الى المضبطة يشوفوا المشرع كان غرضه ايه من الموضوع، قصده ايه من الجملة دي. عشان كده الاحكام احيانا تختلف من قاضي الى اخر على نفس القانون لاختلاف الفهم من القانون. يعني اعمال السيادة دي محددة ولا لا؟ لما تسأل القضاة يقول لك معروف انه البعض تساءلوا ما هي سلطة الحكم، سلطة الحكم وسلطة الإدارة. سلطة الإدارة مش من أعمال السيادة. يعني مثلا إيه؟ أنا بعين رئيس الجامعة، رئيس الجمهورية بعين رئيس الجامعة طبقا لإيه؟ لقانون الجامعة. هل يطعن على هذا القرار؟ ممكن. ليه؟ لأنه ممكن يطعن على الإجراءات اللي اتخذت قبل اتخاذ القرار فيطعن عليه. لكن أنا بتخذ قرار خاص بالوزارة
تشكيل الوزاره، هل ده من اعمال سلطه الاداره ولا سلطه الحكم؟ ده سلطه الحكم، ده ما يطعنش عليه. القضاه يتكلموا في الحاجات دي كتير جدا وهي واضحه ومعروفه. قرارات متعلقه بهيئات في الدوله ومؤسسات زي المخابرات العامه، زي الرقابه الاداريه، زي القوات المسلحه، رئيس الدوله هو القائد على القوات المسلحه طبقا قانون 4 سنه 64، فعليه واجبات كثيره جدا وله مهام كثيره جدا، بعضها يطعن عليه لانه من سلطه اداره وبعضها لا يطعن، يعني تخريج ضابط من القوات المسلحه من القوات المسلحه ده قرار، يمكن الضابط يطعن على القرار، ده قرار اداري. لكن اتخاذ قرارات حاسمه بالنسبه لعمليه تسليح معينه، هل يطعن على هذا؟ هذا من سلطه السياده، من اعمال السياده. فالكلام في المضبطه علشان بس الناس تطمئن انه لا يمكن ان يستخدم، ولا رئيس جمهوريه منتخب زيي يستخدم ابدا سلطات فرديه في قمع، لا مستحيل يحصل. انا عايز اقول لك مثلا في المضبطه النص موجود وواضح، ولكن بنقول الاعلانات الدستوريه والقوانين والقرارات الصادره في نطاق اعمال السياده على رئيس الجمهوريه منذ توليه وحتى انتخاب مجلس الشعب الجديد نهائيه ونافذه بذاتها وغير قابله للطعن. نتكلم على ايه؟ اعمال السياده. من ضمن اعمال السياده ان يطرح الدستور للاستفتاء مثلا؟ طبعا هذا من اعمال السياده، والا مش هنخلص، دي مسؤوليه كمان مش سياده بس. افرض تهدد شأن الوطن بتهديد خارجي ايا كان هذا التهديد، ويحتاج رئيس الجمهوريه اتخاذ اجراء استثنائي حول القوات المسلحه وخروجها بشكل معين، ده عمل سياده ولا مش عمل سياده؟ مثلا. اذا الامور واضحه ومعناها القريب، القرارات المتعلقه بنطاق الاداره عليها طعون، المتعلقه باعمال السياده بتاعت الحكم دي ما عليهاش طعون. القضاء، مجلس الدوله، القضاء الاداري، المحكمه الدستوريه ومحكمه النقد، الامور دي واضحه عندهم جدا جدا. لا يمكن رئيس الجمهوريه زي ما قيل انه يتخذ قرار مثلا مش عارف باغلاق اذاعه ولا قناه تلفزيون، هذا كلام غير وارد، رئيس الجمهوريه مش فاضي للكلام ده. احنا بنتكلم عن ايه دلوقتي؟ بنتكلم عن مصر الكبيره اللي احنا عايزين نمر من خلال شهر ولا اتنين. بيقولوا الجمعيه التاسيسيه انا سامع انها بتخلص وعايزه تنتهي حتى قبل المده المحدده ليه. انا اديت شهرين متنفس عشان يبقى عندهم مجال، عشان اذا كان في مطلوب حوار او غيره يتم، هم يخلصوا. انا اللي اتحاورت معاهم بس معلش عشان الشعب كله يعرف، اتحاورت مع كل القوى السياسيه ومع الشباب زي ما قلت كده. كنت بشترط بقول في الحوار 3 حاجات. نمره 1 ان احنا بنتحاور، احنا مش بديل عن الجمعيه التاسيسيه. نمره 2 ما بنقدمش مشروع دستور بديل. نمره 3 رئيس الجمهوريه لن يستخدم ابدا اي نوع من انواع السلطه للضغط على الجمعيه التاسيسيه. لكن انا بعمل ايه؟ باخد المفهوم العام والراي اللي موجود نتيجه الحوارات واقول يا جمعيه تاسيسيه هذا نتاج هذا الحوار. لما يجيبوا لي المشروع ونبص عليه مع بعض، يمكن اقول للجمعيه التاسيسيه ما تبصوا على دي تاني، ما تشوفوا دي تاني. هم يتحملوا المسؤوليه في الاعداد وانا اتحمل المسؤوليه في الاجراءات، لكني اقوم بدور توفيقي بين كل القوى. احنا كنا بنحلم ان رئيس الجمهوريه ما يتدخلش في اعمال البرلمان، مش كان بيتدخل؟ سيادتك أكدت على الحريات في لقاء التايم ماجازين. أيوة نعم. حرية التعبير، حرية العقيدة. هناك قلق شديد بين الأخوة المسيحيين وبالذات بعد انسحاب الكنيسة من الدستورية، تطمنهم تقول لهم إيه؟ لا، انسحاب الكنيسة من الدستورية ما هوش مدعاه للقلق، يعني قصدي أنا يهمني يكونوا موجودين لكن ملوش دعوة بالقلق. أنا كنت جالس مع يعني البابا تودرس ومجموعة طيبة جدا من الكنيسة الأسبوع اللي فات هنا في الرئاسة، في زيارة كريمة قاموا بها بعد أن تم تعيين البابا. أنا أقول لك مثلا من أعمال السيادة، الرئيس الجمهورية بيعين البابا، بيعينه بناء على إجراءات طبقا لقانون، ثم يعرض فأنا أصدر القانون، أصدر القرار بتعيين البابا. لو احنا بنطعن على مش على الإجراءات بقى، بنطعن على كل قرار زي كده، هل يكون هناك استقرار؟ رئيس الجمهورية بيعين شيخ الأزهر، القانون الجديد بتاع الأزهر إنه بيختاروا هيئة كبار العلماء يختاروا شيخ الأزهر ويعرضوا فيختار يصدر قرار بتعيين شيخ الأزهر. رئيس الجمهورية بيصدر قرار بتعيين مدير المخابرات وهكذا. فبالنسبة لإخواننا المسيحيين أهلنا، احنا في وطن واحد، الاعتقاد وحريته مكفولة للجميع، وممارسة أيضا شعائر الاعتقاد مضمونة ومكفولة للجميع. ده مش يعني اللي سابوا البلد غلطانين؟ نعم. اللي تركوا مصر لا، هو في حد ترك مصر؟ في مسيحيين كتير لا مش كتير، لا المسيحيين بيحبوا مصر وبيحبوا بلدهم، وفي ناس من بره بيجوا وناس بيسافروا، والمسلمين بيعملوا كده، في ناس بيروحوا وناس بيجوا، والجاليات اللي بره
النسبة الغالبة فيهم اللي بره مصر 8 مليون اللي بيقولوا عليهم ولا أكتر غالبيتهم من المسلمين. فالخروج والدخول لمصر وإن احنا نعيش في وطن تاني أو بلد تاني أو ناخد جنسية أخرى بضوابط قانونية هذا من المسلمين والمسيحيين. لا دلالة فيه على قلق أو خوف. خوف من إيه؟ أنا قلت قبل كده إنه لا مجال للخوف لأنه ملوش معنى، ولا مجال لكلمة التطمين. تطمين لمن؟ احنا ما بنقولش على المسيحيين انهم اقليه، مين يقول كده؟ كلمه اقليه اغلبيه ديت لما يكونوا عايشين، لما اكون انا عايش في وطن غير وطني. انما وانا في وطني مفيش حاجه اسمها اقليه، ده انا صاحب حق كغيري، كلنا في اطار واحد في وطن واحد، المواطنه هي الاصل، القانون هو الاصل، الدستور ان شاء الله الدائم او المؤقت هو الاصل، احنا كلنا في حب شديد جدا. في خلافات بين بعض المصريين القانون بيعالج، مسلمين مسلمين، مسلمين مسيحيين مسيحيين، مسلمين مسيحيين. الكلام اللي بيتقال ظله في الواقع غير موجود حقيقة. الأصل في الموضوع هو الناس بتحب بعض، الأصل في الموضوع إن الناس بتفهم حالة بعضها البعض، الأصل في الموضوع الحوار بين البعض والجيران وغيره. هم مأمورين في الإنجيل بالمحبة هذه، وإحنا المسلمين في القرآن مأمورين بأن نبر إخواننا هؤلاء، البر اللي موجود في القرآن. طب لماذا سيادة الرئيس يخشى المسيحيون من حكمكم؟ هذا عنوان أصغر، لا ما حدش قال لي كده. اسمح لي أن أنا ما حدش قال لي كده. طب تسمح لي أن أكمل السؤال عل وعسى أن تكون التفاصيل بها قدر من الإجابة. هذا عنوان أصغر، العنوان الأكبر هو الحكم الإسلامي في المنطقة العربية، مصر على وجه التحديد. هل في ذلك ما يجعل أو يدفع المسيحيين في مصر ومن يحاول أن يصور هذه الفكرة بأن هناك ما يسمى بفزاعة، وأن هذه المنطقة أصبحت منطقة لا يجب ولا يجوز أن تحتضن المسيحيين وعليهم أن يغادروا؟ شوف أنا عايز أقول لك الحاجة، اتفضل. إحنا هننجح في مرور من عنق الزجاجة القصير ده، وإحنا حاضنين بعض كلنا. كل الكلام ده كلها محاولات يائسة وفاشلة. حاول كتير مراحل ان حد يعمل كده ما نفلحش. المسلمين والمسيحيين في مصر نسيج واحد، جسد واحد، يختلفون في المعتقد ويتفقون في طريقة العيش وفي الثقافة وفي البيوت وفي الإيجارات وفي الأرض وفي المصانع. والمسلمين بيشتغلوا عند المسيحيين والمسيحيين بيشتغلوا عند المسلمين، وفي القرية الواحدة وفي العزبة الواحدة والبيوت جنب بعض. اللي عايز يعرف اللي بيقول الكلام ده من منطلق رؤية ضيقة ينزل تحت ويشوف المحاكم كم عدد القضايا التنازع بين مسلمين ومسيحيين، ونسبتها قد ايه بالنسبة للي بين المسيحيين والمسيحيين او المسلمين والمسلمين. نسبة لا تذكر. هذا الكلام ده كلام عام غير واقعي. احنا المصريين بيحبوا بعض، سيادتك هنمر من المرحلة إن شاء الله، وأنا بحرص هذا، دي مسؤوليتي وده حق المسلمين عليا وحق المسيحيين، الاثنين لهم نفس الحق في هذه الحراسة. الثورة دي قامت عشان العيش، ورجل الشارع اللي بيسمعنا دلوقتي أهم حاجة عنده إنه هيلاقي لقمة العيش لأسرته آخر النهار. خليني يعني أقول لحضرتك ولرجل الشارع، الثورة ديت قامت من أجل الحرية. الثورة دي قامت ضد عيش، حرية، اسمعيني بس، أما أنا هقول العيش. أيوه. العيش مهم جدا، لكن العيش من غير حرية ملوش قيمة. والحرية اللي ما تجيبش عيش ما تلزمش الناس. لازم الحرية والديمقراطية والناس تنتخب وتطمئن والأمن يستقر والناس يعود عليها فايدة نتيجة الحرية ديت والأمن ده والديمقراطية دي والاستثمار ده. احنا واخدين وقتنا شوية، احنا عايزين وقت. انتوا شايفين ايه اللي حصل في 30-40 سنة؟ شايفينه كلنا. هل ممكن علاجه في شهرين 3 أو سنة أو 2، ولا ياخد وقت؟ وبالتالي أنا حاسس بالناس، أنا عايش معاهم، أنا بمشي في وسطهم، أنا شايفهم، أنا عايز لهم حياة أفضل طبعا. لكن كيف تأتي الحياة الأفضل من غير إنتاج؟ هل نعطل الإنتاج؟ طيب سيادة الرئيس، أنا بحترم المتظاهرين جدا وحابب ولادي اللي بيقولوا رأيهم جدا، وأتمنى أكون في وسطهم دلوقتي عشان أسمع لهم أقرب، وأنا بسمع لهم أيضا برضو. ولما يجوا عند بيتي بيقولوا بيسعدوني، ما بيجوا هنا في أي مكان، في التحرير، في اسكندرية، في العريش، أنا بسمع.
بس انا عايز ولادي واخواني اللي بيعملوا مظاهرات مؤيده او معارضه ينتجوا ايضا. احنا المظاهرات مهمه عشان مجال استقرار سياسي، مجتمعي، ثقافي، ديمقراطي، حريه، عدل وعداله، قضاء واستقلال، اراده وعالم، ده مهم. لكن احنا عايزين ايضا الشأن الداخلي والجبهه الداخليه تستقر انتاجا. عايزين ناكل من حرقنا، عايزين العيش ده احنا اللي نجيبه ومحدش يديهولنا. يبقى نروح ننتج واخر النهار نتظاهر. عايزين مطالب فئويه نطلب في حدود ما ننتج، ما نعطلش المصنع. اذا عطلنا المصنع او عطلنا المرور او عطلنا الغيط من الانتاج ناكل منين ونطالب ازاي؟ حاله صحيه بنتعلم مع بعض ازاي نعبر عن راينا، ما نضرش بلدنا، نحضن بعض، نقول رأي ضد بعض، لكن ده ما يفرقناش. طيب سيادة الرئيس ابدا، وهو مش مفرقنا ان شاء الله. اسمح لي يا فندم. انا شايف انه ما نحن فيه مسألة صحية جدا، لكن الولادة دايما بتبقى متعثرة، فيها تعثر. طيب. او فيها صعوبة، بلاش نقول متعثرة، تمام. فيها صعوبة، اي ولادة فيها صعوبة. لما تبقى ولادة وطن وامة تبقى اصعب. من رحم وطن وبلد مصر عريق جدا وقديم جدا وعنده امكانيات كثيره جدا وينال احترام العالم كله. احنا بنسمع كل يوم ازاي ان العالم بيحترمنا دلوقتي وبيقول عايزين تبقوا معانا. المستثمرين عايزين يجوا، السياحه زادت في الشهرين اللي فاتوا دول 13% زياده في الاشغال. الناس مقبله واحنا عندنا قدره وامكانيه. عندنا 17 مليون بيشتغلوا في القطاع الخاص، وعندنا 6 مليون او اكثر في الحكومه والقطاع العام وقطاع الاعمال، وعندنا تجار وعندنا حرفيين وعندنا عمال وعندنا نقابات وعندنا اساتذه وعندنا محامين وعندنا قضاه وعندنا تنوع هائل جدا. عندنا شباب، شريحه شبابيه كبيره جدا يجب ان يشتركوا ويعملوا وينتجوا ويعرقوا ويعيشوا ويتجوزوا ويستقروا. مصر لازم تنهض. انا دي مسؤوليتي ان ارعاها، لكن لا اقوم عليها وحدي، لا يمكن. وبالتالي انا سعيد بالتظاهر، انا مبسوط جدا بالحاله الجديده، انا راعي لها وحارس. انا ليا عليها انه ما نسمحش لحد انه يحدف طوبه على الثاني. ولادي الاثنين سلميه، ولا طبعا سيادة الرئيس في ولادي الاثنين اللي توفوا منذ ايام في المسائل ده، من قتل من. خروجك على مؤيديك عند قصر الاتحاديه، لماذا اخترت ان توجه هذه الكلمه لمن ايدك ولم توجهها لمن عارضك او الى جموع الشعب المصري؟ الحقيقه انا احمل مشاعر حب وانتماء وتقدير لاهلي كلهم في مصر، المؤيدين والمعارضين. وكان لابد ان انا اطلع في مكان اتكلم، واللي راجع الكلام حلاني قلت من خلالكم اتوجه الى الجميع. من هنا من هذا المكان اخاطب اهل وشعب مصر كلهم، اهلي. انا اصلي طالع من الطينه بتاعت مصر ديت، وكنت مع المعارضين مده طويله وعانيت معاهم معاناه شديده جدا بموضوعيه معاهم، كلهم عارفين، وانا بقابل الكل. كان لابد يكون في مكان في ميدان التحرير يوم 29/6 كنت مع الكل. عندما أذهب إلى محافظة من المحافظات عشان ألتقي بالناس بلتقي بالكل. عندما أذهب إلى الخارج ألتقي بالجالية المصرية في أي مكان مع الكل. في أمريكا كان مع الكل. أظن أنت الناس بتتابع هذا الكلام. فعندما كان يوم الجمعة الماضية المكان بتاع الاتحادية لم يكن بالنسبة لي يمثل انحيازا إلى طرف دون طرف، ولكن خطاب من مكان للجميع. وبالتالي أنا أحمل للجميع الاحترام والحب والتقدير والانتماء، وأتمنى للجميع التوفيق. ولكن بطبيعة الإنسان، طبيعته أنا إنسان، لما أجي أختار مكان عشان أتكلم منه للكل، من أين أتحدث؟ صورة أن أتحدث من خلف الكواليس أو من خلف ستار لا أحبها. يمكن الكل ملاحظ أنا بروح في أي حتة لا بلبس قميص واقي ولا بستخدم ملابس محددة، وأتمنى أن تكون الحراسة في أضيق حدود. لابس قميص واقي دلوقتي؟ لا ما أنا قاعد معاكم. وبالتالي الحقيقة لم أقصد أبدا أني أقلل من شأن اللي موجودين معارضين في ميادين أخرى في التحرير أو غيره، أو أنحاز بشكل يجعلني فقط مسؤول عن هؤلاء الذي تحدثت من خلالهم. الكل عندي سواء. وأنا زي ما بقول المرحلة دقيقة جدا،
مرحلة مهمة بالنسبة لنا كلنا، للمؤيدين وللمعارضين، مهمة جدا لنا كلنا، لازم نراعي فيها ان احنا ننتقل ببلدنا وبسرعة جدا. اتكلم من هنا اتكلم من هنا مش ده المهم، المهم ان انا رئيس للكل. نتيجة الانتخابات قالت ان انا رئيس للكل، نسبتها مين اللي قال ومين قال نعم بعد الانتخابات؟ الديمقراطية كده، فاحنا بنتعلم. اذا لا مجال ابدا ان احنا نتكلم عن فريق دون فريق او حق زيادة في مكان عن الاخر. الكل له عندي نفس القدر، نفس الموقع، نفس الاحترام، نفس التقدير، نفس الحب. ان عارضني اتحاور معه، وان وافقني اتحاور معه. في الاخر انا باخد قرار انا مسؤول عنه. المرحلة دي مرحلة مهمة نريد ان نمضي منها بسرعة، لكن اللي اذا حاول حد بعيدا عن المؤيدين والمعارضين، لكن اذا حاول حد زي ما انت كنت تسأل عن المؤامرة انه يمط المرحلة الانتقالية، لن اسمح له بهذا. لازم ننتقل، دي مسؤوليتي قدام هذا الشعب وقدام ربنا قبل الشعب وقدام العالم كله. لازم ننتقل بسرعة عشان نستقر وننتج، عشان ناكل، عشان نشرب، عشان نعيش، عشان نتداوى، عشان نبقى أصحاء، عشان نتعلم، يبقى عندنا تكنولوجيا. عايزين نبقى دولة أرض وشعب وحكم وقوانين وسلطات مستقلة بجد. دي مسؤوليتي. اللي هيحاول انه هو يتصور، وده عدد قليل، وانا عشان كده بقول العمليه الجراحيه الدقيقه، ان هو يمط المرحله عشان يرجع تاني بشكل او باخر، او يستغل ظروف معينه عشان يهز اي جزء من هذا الوطن، لن اسمح له قط. هذا كلام واضح. سيادة الرئيس، حضرتك قلت ناكل من عرقنا، طبعًا من تعبنا. طبعًا. هناك قلق شديد في الشارع المصري حول قرض صندوق النقد الدولي. رجل الشارع البسيط الآن هيعود عليه بمتاعب أكتر، بمعاناة. تقول له إيه؟ لا أفعله. لو هيعود عليه بمتاعب لا أفعله. صندوق النقد الدولي، القرض اللي احنا بنتكلم عنه قرض حجمه صغير جدا، 4.8 مليار دولار. احنا حجم اللي احنا عايزينه وميزانيتنا وموازنتنا ضخم جدا، اكبر من كده بكتير. لكن ده احنا بنتعامل مع مجتمع دولي فيه مؤسسات، احنا بنحترم المؤسسات زي ما بنقول احنا بنحترم المعاهدات، وبنحترم القوانين الدوليه، وبنحترم الناس اللي هم بيحترمونا، وبنتعامل معاهم بنديه. فده شهاده عبور. دي مرحله وضروريه. الفائده اللي هتعود عليه منه، الفائده اللي مفروضه عليه 1.1%، لكن يعود بضرر على اهلنا، على شعبنا، على مصر واعمله. مستحيل يتدخل حد في شؤوننا بسببه، مستحيل، لا اقبل. انا عانيت من الموضوع ده قبل كده وعارضته ووقفت ضده في كل حته. كنت لسه اقول سيادتك كنت معارض. معارض. لا يمكن. لكن هذه شهاده ضروريه دون ان يعود علينا بضرر، تعود ببعض الفائده ولكنها ليست كل ما نريد. احنا عايزين استثمار حقيقي، عايزين فرص عمل لاولادنا في الخارج حقيقيه، عايزين تعاون ونقل تكنولوجيا حقيقي لمصر، عايزين تعليم لاولادنا حقيقي في الداخل والخارج، عايزين صحه حقيقيه، عايزين نتنفس. فدي شهاده دوليه زي ما احنا عضو في الامم المتحده. هل نقول احنا مش عايزين نبقى عضو لان في ظلم، ولا نبقى عضو ونتعامل باراده بجد؟ اذا لما ناكل من عرقنا، لو في شهاده لازمه عشان بذل العرق ده يؤتي ثماره دون ان يؤثر على ارادتنا ومصلحتنا وقرارنا، فانا بمشي فيه. لكن يضر حد من مصر ولا يلزمنا في حاجه. نتكلم عن الدعم بيساء الفهم، احنا عايزين الدعم يوصل بجد بس لمن يستحق. امال مباحث التموين بتعمل ايه؟ احنا لسه امبارح محطه بنزين طلع لها ترخيص غير موجوده على الارض في احد محافظات مصر، صرفت من سنه 2005 لغايه دلوقتي 270,000 طن سولر ووقود وبتتباع في سوق السوداء. هذا هو حجم الفساد، وغيره وغيره وغيره. وبيهرب من جزء منها الى غزه، ويتهرب جزء ايما كان مكان التهريب. نحن نضرب بيد من حديد على من يهرب الى اي مكان، الى غزه، الى الخارج، الى الداخل، يستغل قوت الناس في انه يتاجر فيه. ما هو علشان كده انا بقول المعلومات بتبقى مش كلها نقدر نتكلم فيها بتفاصيل عشان نقدر نوصل لده ولده ولده. الفساد دي وسائل وادوات، لكن المبادئ متفقين عليها: سياده القانون، احترام الدستور، الفصل بين السلطات، استقلال القضاء،
بما له من قيمة عظيمة جدا. مجلس الدولة القضاء، بمناسبة القضاء، تفضل. مجلس الدولة قام بدور عظيم جدا في الانتخابات قبل كده، وقف يتحدى التزوير ويصدر أحكام ببطلان الانتخابات في دوائر كثيرة. في 2010 كان هو فارس الميدان، وفي 2005 في التزوير، وقبل كده ما كانش النظام الموجود بينفذ أحكامه، لكن أحكامه كانت مهمة. مجلس الدولة عليه دور كبير جدا بالضبط زي الهيئات القضائية الأخرى. فإحنا هذه الأحكام تحترم، لابد نحترمها. لما نحترمها إذا نقول إن السلطة القضائية مستقلة بجد. إنما يصدر حكم ولا يحترم، هذا ما كان يهدر في الماضي. اللي عايز يرجع لورا تاني لن أسمح له بهذا مهما كلفني. اجتماعك بالقضاء سيادة الرئيس يرسل رسالة اطمئنان بأن حالة، أو الحالة التي وصفت بأنها حالة تمرد وحالة رفض لما خرجت به من إعلان دستوري رأى به القضاء أنه ضرب في صميم مهمته، هل هذا الاجتماع خرج بقدر من الاطمئنان لهؤلاء القضاة؟ أنا لا يمكن أصف القضاء بالتمرد. لا يا فندم، وصف ما يقال، هذا ما ينقل، أنا أقول ولك أنا بس أنا ما أحبش الوصف ده. تفضل يا فندم. القضاة، المؤسسات القضائية، الهيئات القضائية، مؤسسة القضاء وسلطته عندي لها قدر كبير جدا ومهم جدا، وأنا أحافظ عليه. أنا قلت في البداية أن التشريع ده أحد أسبابه أن أباعد بينهم وبين التشريع. هو مين المضرور من التشريع اللي ممكن ما يعجبش أي حد، اللي عرضه أي حد؟ مين المضرور؟ الطاعن ولا المطعون أمامه؟ الطاعن هو المضرور. فالمطعون أمامه لا علاقة له بالتشريع. القضاة ما لهمش دعوة بالتشريع، دول مستقلين في سلطتهم، دول لهم قيمتهم وقدسيتهم ومنصتهم لازم الكل يحترمها، ولما يصدروا حكم لازم يبقى واجب النفاذ، حكم طبقا للقانون المشرع شرعه وسنه، للدستور أو للإعلان الدستوري المؤقت لغاية فترة. لازم تبقى حجية القوانين على درجة عالية من القبول عند الناس والاحترام. وبالتالي لما القضاة يقولوا رأيهم في قضية سياسية أقول لهم أنا أريد أن أرفع عنكم هذا الحرج. لا، ليس لكم علاقة بالموضوعات السياسية. أنا أبدا لا يمكن أن أتصور في نفسي، وأنا من عانيت وعانيت من أجل القضاء في 2006، وقفت في الشارع أقول لا، وقفت في الشارع في العباسية وأنا أستاذ في الجامعة وعضو مجلس شعب قبلها ب3 4 شهور، وأنا بقول لا عدوان على القضاة، واعتقلت بسبب هذا لمدة 7 أشهر. كل عارف الكلام ده، أنا ما بمنش عليهم، بس أنا بقول حقيقة. أنا بحافظ على القضاء، على القضاة، على كل هيئاتهم، بحترم أحكامهم، عايزهم ما يبقوش مجال للجدل أو طرف في خصومة. أن يتجنب القاضي الخوض في السياسة طبعا، أو أن يتجنب أن يكون طرفا في خصومة. أنا لما أشوف جمعية عمومية للقضاة وأرى معهم من ليس منهم أشفق على هذا الموقف، لا أتمناه لهم أبدا، أريدهم دائما كما كانوا، وهم وسيبقوا إن شاء الله أعزة دائما في سلطانهم الحقيقي. وبالتالي الإخوة الكرام، المجلس الأعلى للقضاء لما جه، بغض النظر عن المكان كان هنا، كان ممكن يكون عندهم، أنا ما عنديش مشكلة، لكن المكان مش هو المهم. لكن أنا وضحت لهم ما قلته اليوم، بأنه لا عدوان على سلطان القضاء ولا الأحكام ولا تدخل في شأنه، وأنا حريص على استقلالهم، وإن هذا ليس موجه له، وإن الطاعن هو المضرور وليس المطعون أمامه، وإنه أعمال السيادة معروفة، وإنها بعضها مش معروف، أنتوا اللي بتحددوه. توضيح، وإنه ليس المسألة موجهة لأفراد ولا أشخاص ولا إلى هيئة بعينها، وإنما المسألة زي ما قلت، أنا ماشي في إطار الحفاظ على الثورة دي مسؤوليتي، الحفاظ على السلطة القضائية دي مسؤوليتي، الحفاظ على الشعب ده ومصالحه بره وجوه دي مسؤوليتي، الحفاظ على أولادي اللي في الشارع دول دي مسؤوليتي. هذا التوضيح للقضاة لهم كل التقدير، اللي جه هنا له كل التقدير، الكلام اللي خرج من واللي هنا ما جاش لا، وله كل التقدير طبعا. لا ده اصل جه هنا مسؤول. دكتور مرسي، السؤال لي كامرأة مصرية، نعم، دور المرأة المصرية في المجتمع تحت رئاسة الدكتور مرسي. المرأة المصرية لها كل قيمة واعتبار وتقدير. المرأة المصرية حقوقها كلها حقوق مواطن، حقوق المواطن، المرأة، الرجل، الغني، الفقير، المسلم، المسيحي، الكبير، الصغير، الشاب، المتعلم، العالم، اللي ما بيقراش ويكتب، الفلاح، كله. سيادة الرئيس، أحمل لك رسالة يعقبها سؤال. أهالي سيناء ممن لديهم الأحكام الجنائية
ويروا أن هذه الأحكام الجنائية هي أحد أسباب عدم استقرار الأمن في سيناء. هم يقولوا لك في رسالة موجهة كنت هناك وأحملها لك كنوع من الأمانة المهنية، لماذا لا ترفع عنهم هذه الأحكام الجنائية التي بعض منها غير صحيح وبعضها يجب أن يعاد النظر؟ هكذا قالوا. السؤال هذا هو، هذه الرسالة. أما سؤالي لك كامل الحرية في أن تقول ما تشاء. سؤالي: من قتل الجنود المصريين في رفح؟ اللي اصحح لك بس الاولاني الاحكام، انت قصدك الجنائيه الغيابيه، لان 252 حكم غيابي على بعض من اهلنا وابنائنا في سيناء. وهذا الموضوع بيدرس حتى لا يكون هناك عفو عن جريمه حقيقيه. عندما يعني نتاكد بان هذه الاحكام لم تكن في محلها بدرجه او اخرى، ونناقش ذلك مع من اصدروها ومع القضاء، والدراسة هذه تطلع بنتيجة واضحة أن ليس لدي منع من العفو عنهم جميعا إذا لزم الأمر. فهذا يدرس الآن بجدية. ومن قتل جنودنا في سيناء قتلتهم يد غادرة. نحن نبحث عمن حقيقة بالقانون وليس بإجراءات استثنائية، عمن فعل، وهذا البحث مستمر. بنمنع الجديد ونقلل من حجم الاضطراب اللي موجود، لأنه عندما تبحث عن مجرم في مساحة واسعة وفي أرض فلاة يعني صحراء كبيرة، أنت يجب أن تتحرى الدقة، لأن هناك آخرون مش مجرمين، هناك آخرون مش مذنبين، هناك أهل بلد، هناك وبالتالي المسألة تأخذ وقتها. لكن إحنا بكل الأجهزة بنقيم في هذه المنطقة بشكل مستمر، بنمنع حدوث الجديد، بنقلل من الاضطراب، بنحرص على إقامة عدل بجد، تقديم أدلة بجد. هناك أشياء كثيرة تم الكشف عنها، وفي خلايا في أماكن مختلفة اتمسكت، وأسلحة جاية من أماكن خارجية اتمسكت، وأدلة جنائية موجودة، وفي النيابة بتحقق في حاجات كتير. عندما يكتمل هذا المشهد إن شاء الله سيكون واضحا ومعلنا أمام الرأي العام. وهل هناك خطة محددة لتنمية سيناء؟ نعم. الآن كان في أول امبارح من يومين كان في 8 من الوزراء في سيناء من أجل مشروع التنمية هذا. وإحنا الحقيقة بالنسبة لأهل سيناء مهتمين جدا بموضوع التنمية إلى جوار ضبط الأمن. ضبط الأمن بالطرق التقليدية الأمنية وحده لا يكفي، ولكن لابد من التنمية، والتنمية في مجالات كثيرة جدا. وإحنا عندنا في خلال وقت قليل ستعرض أراضي في سيناء حوالي 65,000 فدان جاهزة للزراعة لشباب سيناء، وسوف يعاونون في حفر الآبار وتوفير المياه من أجل استثمارات زراعية في هذا المجال. وهناك أيضا بعض مشروعات لمصانع هم عايزين يعملوا بجهودهم الذاتية بأموالهم الخاصة، مصنع للأسمنت احنا ماشيين معاهم، ربما مصنع للسماد أيضا ماشيين معاهم، هناك تطوير لبعض المناجم من الفحم والفوسفات والرمل، وهناك حركة في التعليم والتوظيف لكي يصبح منهم ناس من أهلهم بيشتغلوا في الإدارة المحلية وفي الإدارات المختلفة. في 25 واحد السنة دي لأول مرة من أهل سيناء يدخلوا الكليات العسكرية، وده حقهم. فإحنا ماشيين مع أهل سيناء أهلنا، ومع مرسى مطروح أيضا، ومع الجنوب أيضا في أهل النوبة. الأمن يا سيادة الرئيس في سيناء وفي الشارع المصري إن شاء الله هذا الأمن إن شاء الله تحسن، والشرطة الحمد لله بتأخذ مكانها وتتعافى ولا تعتدي على أحد ولا أسمح لها بالعدوان على أحد، وإذا حدث تحاسب، والنيابة تأخذ والتحقيقات تأخذ مجراها إذا حدث. وأيضا أطالب أهل مصر كلهم أن يعاونوا الشرطة، وألا يعتدي أحد على رجل شرطة، وألا يعتدي رجل شرطة على أحد أبدا. طيب. هذا القانون يأخذ مجراه فيه. سيادة الرئيس، في مليونية الجمعة، في مليونية السبت، كلمة أخيرة توجهها للشعب المصري. أنا بالنسبة للشعب المصري، كل الشعب المصري كلهم إخواني وأبنائي وأهلي، أي حد يحاول يعبث بأمنهم أنا سأمنعه، أي حد يحاول يعتدي عليهم لن أسمح له، أي حد يحاول يضيع مصالحهم أو يعطل إنتاجهم أنا له بالمرصاد، أي حد يحاول يعود بهم إلى فساد لن أسمح له. مليونية غدا أو بعد غد أو بعد ذلك في ميادين مصر في ميدان واحد ظاهرة صحية، ولكن بنحافظ على بلدنا، ما بنعتديش على بعض أبدا، بنقول رأينا بكل وضوح وصراحة وقوة،
لا نجرح بعضنا البعض، نحب بعضنا بعض، نختلف في الرأي، نختلف في الرؤية، نختلف في المواقف، لكن في الآخر احنا جسد واحد، حضن واحد. إذا أصاب حد فينا مكروه زي ولادنا الاثنين اللي استشهدوا، دول ولادنا اللي قتلوا بيد غدر، في تحقيقات نشوف ايه اللي حصل، لكن هؤلاء أبنائنا. والكل، كل أهل مصر، كل المصريين اللي بيحاول يعبث هنا ولا هنا في تأييد أو معارضة لا مجال له ولا مكان على الإطلاق، لا مجال له ولا مكان. وبالتالي الحفاظ على المؤسسات، أماكن التظاهر معروفة، الاعتصامات لا تعطل المرور ولا تعطل الإنتاج، ما فيش حد يدعو أو يحرض على أي نوع من أنواع مخالفة القانون. القانون نحترمه كلنا، نقول رأينا وننتج ونشتغل ونحب بعض، نكمل مع بعض، نفرح بأجواء حرية، وما نستخدمش ونسمح لحد أبدا في وسطنا يندس ويبقى مثلا يعني بيقول ده أنا بقول للي فات أنت كنت. معقولا نلاقي حد في وسطنا يشفع أو يعني يعلي صوته مع النظام المجرم اللي كان قبل كده؟ ده احنا عايزين عقاب ينزل على الفساد، وبنقول بالعدل والقانون. فإذا أولاد مصر وشباب مصر ورجالة مصر ونساء مصر وبنات مصر كلهم يقولوا رأيهم، يحرسوا، أنا مسؤوليتي أحرسهم، مواقعهم كلها محروسة ومضمونة، ما حدش يعتدي على حد. ثورتنا تميزت بإيه؟ بأنها ثورة سلمية. الشرعية الثورية خلصت في مجملها بالانتخابات الرئاسية بعد البرلمانية. الشرعية الشعبية مستمر، الشرعية الدستورية بتستكمل، انتخابات الرئاسية شرعية دستورية. وإذا مطالب الشعب غير الشرعية الثورية اللي كانت منذ البداية. مطالب الشعب أسمعها وأحسها وأتحرك معها بصوت عالي، بصوت واضح، بموضوعية، بعدم تجريح لحد، بعدم عدوان على مؤسسات، لا سفارات ولا وزارات ولا مصانع ولا ملكية خاصة ولا مطاعم ولا بنوك ولا اعتداء على أي شيء ولا على أي حد. هذا يكون هو جو السعادة، وده اللي موجود بصفة عامة. الاستثناءات إذا خالفت القانون يطبق عليها القانون. أتمنى لهم جميعا، لأهل مصر كلهم، التوفيق، وإن شاء الله يقينا أنا شايف بفضل الله إن شاء الله إرادة الشعب ستمضي. سننتقل إلى مرحلة جديدة بدستور جديد ننتهي منه بسرعة، التشريع يروح للبرلمان بسرعة، ورئيس الجمهورية يبقى رئيس السلطة التنفيذية بس، ويبقى في فصل بين السلطات الثلاثة. ننتظر قبل السبت يا فندم قرار ما الذي يندرج تحت القرارات السيادية؟ ننتظر يوم السبت مثل هذه القرارات؟ نعم. قرارات إيه؟ نتوقع أن يكون أهم ما يميز هذه المرحلة أن احنا ننتهي من الدستور علشان يبقى لنا دستور دائم، ولا يبقى رئيس الجمهورية ولا غيره نعم. يعمل حاجة استثنائية. يبقى في دستور كلنا بنحترمه، وقوانين طالعة منه، ومحافظة على القوانين اللي فاتت، ويبقى عندنا سلطة قضائية مستقلة واحنا بنحافظ عليها، وبرلمان شعب وشورى طبقا للدستور بننتخبه بجد وبنحافظ عليه ونحترم قراراته، وبننتج، نروح كلنا ننتج وننتخب رئيس الجمهورية، سلطة تنفيذية والى اخره. ده امل كبير هيتحقق، تحقق منه جزء السلطة التنفيذية، تحقق منه انتخاب رئيس الجمهورية، واحنا بنجري نعمل دستور. هنكمل ان شاء الله. اتمنى الخير للجميع. مرة اخرى ادعو الله ان يجعل مصر بلدا امنا مطمئنا، ارضه وسماؤه وبحره ونهره واهله واولاده، رجاله ونساءه ومسلمينه ومسيحيينه، كلهم عندي سواء. انا مسؤول عنهم كلهم اهلي، انا منهم ولهم ومعهم في مسيرة هتنجح إن شاء الله. المسيرة دي سيادة الرئيس إن شاء الله جدا جدا سترون خيرا كثيرا بإذن الله. الخير في الغد من عند الله وبإرادة هذا الشعب. مشاهدي الكرام، كانت هذه نقطة ختامنا كنا نتمنى فيها أن نكون قد وفينا بكل ما تسألونه من السيد رئيس الجمهورية عن مستجدات داخل الشارع المصري. أشكركم كما أجدد شكري إلى السيد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، وإلى لقاء جديد إن شاء الله. سلام الله عليكم. شكرا.